obstructive lung disease. 4 مرضى داخلين عليك بنفس الشكوى: كحة، ويزز، ضيق نفس، لكن كل واحد منهم عنده مشكلة تانية. الأول البرونكيال أزمة. المشكلة إن الإيرويز حساسة زيادة عن اللزوم. أي تريجر بسيط هيعمل كونستريكشن في الإيرويز، هيعمل انفلاميشن والميوكس يزيد. التاني كرونيك برونكايتس. دي المشكلة إن الميوكس سكريتنج جلاندز بتعمل هايبرتروفي وبتزود الميوكس في الإيرويز. ده مع الوقت هيعمل اوبستراكشن والأكسجين اللي يوصل للدم بيقل، فالبيشنت يميل إن هو يبقى أزرق في الأطراف. ومن هنا جه الاسم البلو بلوتر. بلو علشان سينوز زي ما قلنا، بلوتر علشان نقص الأكسجين ممكن يؤدي لبلمونري هايبرتنشن، فده يعمل رايت سايد هارت فيلير. رايت سايد هارت فيلير يرجع لورا، ليفر كونجيشن، نيك فينز كونجيشن، بلور ليميديما. التالت انفيزيما. المشكلة هنا مش في الميوكس، المشكلة إن جدران الإيرويز نفسها بتتدمر. والغريب إن البيشنت مع الوقت بيعوض، يستخدم الأكسسوري ماسلز، يزود الريسبيراتوري ريت، وفي باترن معين كده اسمه بيرست ليب بريثنج اللي هو بيتنفس كده. وده ليه؟ عشان زي ما قلنا الالفيولارز بتندمر، ففي الاكسبيريشن الايرويز بتضم على بعضها او بالكولابس، فهو بيضم شفايفه كده كمحاولة منه انه يزود الايروي بريشر، فده يمنع الكولابس. هي محاولة سبونتينيوس يعني، هو مش قاصد. علشان كده اسمه بينك بافر. بينك علشان هو بيعوض التنفس مش بيزرق زي التاني. بافر بيعمل ليب بيرست بريثنج. الرابع برونكيكتيزس. القصة هنا طويلة شوية. المشكلة ان كل شوية بيحصل انفلاميشن، فده بيوسع البرونكاي بيرمننتلي، فبيجمع ميوكس، وكل شوية يجمع الميوكس ده عليه بكتيريا، فالانفكشن تعمل دامج يجيب انفكشن أكتر. وعلشان تعرف تحفظهم: برونكيال أزمة، الإيروي بيسكويز. كرونيك برونكايتس، الميوكس كتير أوي. الانفيزيما، الألفيولارز بتندمر. البرونكيكتيزز، انفلاميشن وانفكشن متكرر. كلهم الهواء بيدخل لكن بيخرج بصعوبة.